توج تشارلز الثالث وزوجته كاميليا رسميا يوم السبت 6 من أيار 2023 ملكا وملكة على العرش البريطاني في حفل تاريخي هو الأكبر منذ 7 عقود. أقيم جزء كبير من المراسم في كنيسة ويست مينستر وسط العاصمة لندن في تقليد متوارث منذ 1000 عام. تم تتويج تشارلز الثالث خلال حفل حضره نحو 2000 ضيف من ملوك الدول والرؤساء وكبار الشخصيات. انطلق الملك على عربة اليوبيل الماسي تحت المطر من قصر باكنغهام وسط إجراءات أمنية مشددة، واصطفى عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي. عبر الملك وزوجته بلباسهما الملكي باب الكنيسة لتبدأ مراسم إنجليغانية لتتويجهما من قبل كبير أساقفة كنتربري. وصل الأمير هاري إلى كنيسة ويست مينستر في لندن لحضور تتويج والده الملك تشارلز دون زوجته ميغان وطفليهما. لم يكن واضحا إن كان هاري الابن الأصغر للملك سيشارك في المراسم بعد خلافه العلني مع العائلة المالكة. أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت السبت أعضاء بارزين من حركة جمهورية المناهضة للملكية أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث. اختارت العائلة الملكية والحكومة البريطانية 6 من أيار موعدا لتتويج الملك تشارلز وزوجته، لكن من دون ذكر سبب ذلك. ورغم ذلك حاولت صحف بريطانية التكهن حيال سبب اختيار هذا اليوم، إذ قالت إن 6 من أيار هو عيد ميلاد هاريسون مونتباتن ويندستور الابن الأكبر للأمير هاري وميغان ماركل، والذي ولد في عام 2019. وأيضا 6 من أيار ذكرى وفاة جد الملك تشارلز الأكبر الملك إدوارد السابع الذي توفي عام 1910 بعد 7 عقود على توليه ولاية العهد، ووفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في أيلول 2022. أصبح تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا.